نرجع للأساسيات. هل يمكن بناء دولة أو الحديث عن دولة دون مؤسسات؟ لا. النظام الجزائري يريد دولة دون مؤسسات. هل يمكن بناء نظام ديمقراطي دون تعددية حزبية وسياسية وتداول على السلطة؟ طبعا لا. النظام يريد ديمقراطية لكن يتداول فيها هو نفسه على نفسه. هل يمكن بناء دولة حديثة ومشروع حديث ومنظومة اقتصادية فقط وفقط بالريع وتوزيع الريع وشراء الدمم؟ بمعنى هل الاقتصاد هو المال؟ طبعا لا. النظام الجزائري يوزع. خذ مثلا قانون المالية في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم. ما هي وظيفة قانون المالية في الجزائر؟ في التجارب الاقتصادية العالمية وفي كل البلدان المحترمة قانون المالية يأتي لدراسة عامل رئيس مهم محوري هو نسبة النمو. بمعنى ماذا حققنا في هذه السنة بالمقارنة لسنة وما هي استراتيجيتنا لأن نرفع. هل يمكن أن نتحدث عن دولة حديثة بدون قضاء مستقل؟ طبعا لا. النظام في الجزائر يريد منظومة عدالة ويتحدث عنها دون نظام قضائي مستقل دون رقابة برلمانية. هل يمكن أن نتحدث عن دولة حديثة ومنظومة ديمقراطية وما زلنا نتحدث عن دور الجيش في السياسة وتدخل الجيش في تعيين الرؤساء وتدخل أجهزة المخابرات في كل شيء؟ إن الجيوش والجيش الجزائري في هذه الحال لم يكن أبدا، وأنا أقولها بصريح العبارة، ومن أراد أن يناقشني في هذا الأمر فليتفضل في أي مكان كان، من الجنرالات إلى المسؤولين الكبار فيما يسمى النظام الحاكم إلى المثقفين إلى أي كان. طيب هذا الحديث عفوا أكمل الفكرة. الجيش الجزائري وهو محور نظام الحكم في الجزائر والذي جعل من نفسه هو الدولة وهو الشعب وهو الذي يقرر من يكون ومن لا يكون، لم يكن أبدا جمهوريا ولم تكن فكرته أبدا مقاربة بناء دولة حديثة كما حدثت في تجارب مختلفة في العالم، حيث الجيوش الجمهورية التي تؤمن فعلا ببناء الدولة الحديثة رافقت المشاريع السياسية، رافقت الرؤى، رافقت الأحزاب في عمليات البناء أولا ثم عمليات الانتقال الديمقراطي تاليا. النظام الجزائري المعسكر أجهض ميلاد الدولة وأجهض ميلاد الأحزاب والتعددية السياسية ومبدأ الديمقراطية. فهذه هي خصائص القوة المضادة، الثورة المضادة، وهذه حقيقة الجزائر التي يجب أن نتجاوزها. إذن هذا الذين يتحدثون ربما الواقع اليومي هو الذي يجيبهم أكثر ما أجيبهم أنا.